حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده بقى نبدا في موضوع جديد خالص. هنتكلم بقى على الديريفاتيف والابلكيشنز بتاعت الديريفاتيف. ففي البدايه يعتبر انا عامل لك خريطه بالنظام اللي هنمشي بيه. في الاول كده هنتكلم عن ريت اوف تشينج. ريت اوف تشينج هنعرف الاول انت كنت بتدرس الفانكشن ليه اصلا، ونشوف فكره الليميت. انت هنا برضو يعني انت كنت بتستخدم الليميت وتجيب الليميت والحاجات دي ليه. فالموضوع هنا يبدا بقى بالريت اوف تشينج، تعرف يعني ايه معدل تغير وتعريفه جاي ازاي من الليميت. بعد كده معاك جزء ديفرنشيشن، وهنا بقى الرولز بتاعت الديريفاتيف بقى تيجي، البولينوميال بقى والتريج والاكسبوننشال والانفرس، كل بقى ايه الرولز ان شاء الله بتاعت الديريفاتيف ايه هنغطيها. الديفرنشيشن هنا كتعريف الليميت برضو جاي منين وهكذا، كل ده ان شاء الله ايه هنتكلم عليه. فدي معاك فليكن اول فيديو ده التاني في التوبيك ده. هتلاقي بعد كده مثلا خدت البولينوميال، بعد كده هخش على تشين رول. تمام. طيب بعد تشين رول ان شاء الله هناخد التريج والاكسبوننشال واللوغاريتميك والانفرس، وبعد كده نيجي لجزء الامبليسيت والاكسبليسيت والبارامتريك ديفرنشيشن، وفي الاخر هنخلص بقى بالهاير ديريفيتيف. الهاير ديريفيتيف ده ان انت تجيب ديريفيتيف مره واثنين وثلاثه واربعه وهكذا، ماشي. ان هو يطلب منك اصلا السكند ديريفيتيف، الثيرد ديريفيتيف. تمام. طيب ده كده يعتبر جزء لوحده. الجزء بقى التاني اللي هو الابلكيشنز. معاك في الابلكيشنز انت هنا التانجنت والنورمال، يعني انت دي تطبيقات بقى بتطبقها على الكلام ده. ازاي تطبق الديريفاتيف؟ انك تجيب معادله الستريت لاين، الايكويشن اوف ستريت لاين، وتجيب لها التانجنت والنورمال. اسئله الريتد تايم ريت، الاسئله دي بتبقى فكره ايه مثلا؟ يقول لك ان في مثلا شخص بيجري بسرعه كذا، فهو عند النقطه دي مثلا بقى سرعته بالمنظر ده، فهو معدل تغير السرعه قد ايه، وحاجات زي كده يعني. ابلكيشنز على الكلام ده. طيب برضو معاك فكره الماكسيموم والمينيمم، ان انت زي ما قلت لك من فكره الفيرتكس. لو فاكر كنت قلت لك ايه لو جبت لها ديريفاتيف؟ لما قلت لك ان انت مثلا معاك ايه فانكشن بالمنظر ده، حاجه زي كده، الفيرتكس هنا تعتبر مينيمم. فازاي عملناها هنعرف بقى دلوقتي. تمام. في الايه في الابلكيشنز، وبرضه فكره الكريتيكال بوينت والانفليكشن بوينت وكل الكلام ده. طيب وبعد كده ايه؟ بعد كده نتكلم على السيرمز زي مين فاليو سيرم وورز سيرم. وبعد كده معاك الجزء بتاع لوبيتال ده اللي هو انت مجرد بتحل الليميت عن طريق الديريفيتيف، ماشي. وفي الاخر هنتكلم بقى على ايه؟ على اللينير ابروكسيميشن. فتعالى كده نبدا بقى في اول فيديو للجزء ده. هنبدا بقى بالريت اوف تشينج. فتعالى كده نفتكر حته بس من فكره الفانكشن عموما. لو انت معاك فانكشن بالشكل ده اللي هي عادي واي ايكوال اكس سكوير، فهنا كل اللي انا هطلبه منك هقول لك مثلا تعالى نشوف كده التغير بتاعها بيحصل ازاي. فلو قلت لك لو انت عوضت ب1 هتلاقي ان 1 سكوير هي 1. لو عوضت ب2 هتلاقي ان 2 سكوير بقت ب4، ماشي. لو عوضت ب3 هتلاقي ان 3 سكوير بقت ب9. فهنا تلاحظ ان في حاجه بتحصل، ان انا لما مشيت من الاتنين للتلاتة يعني كان في تغير. يعني انا اتغيرت من الاتنين للتلاتة، ايه اللي حصل لي؟ من الاربعة رحت للتسعة. فبالتالي اللي حصل ان انت كنت في اكس 1 مثلا عند نقطة اسمها اكس 1 اللي هي ب2، رحت لنقطة تانية اسمها اكس 2، تمام، اللي هي طلعت بكام مثلا ب3. فبالتالي الفانكشن معاك اتغيرت. ايه اللي حصل؟ الاف اوف اكس 1 راحت بقت عاملة ازاي؟ بقت اف اوف اكس 2، ماشي. وكمان في رسمة بقى بتوضح الكلام ده. فلو جينا بقى نرسم رسمة زي كده، لو مثلا قلت لك ان انت معاك كيرف مثلا عامل بالمنظر ده، فلو جيت خدت نقطة هنا عليه قلت لك ان النقطة دي رادة في الاكس 1، يعني هنا فليكن ان النقطة دي اكس 1، فلما اعوض في الفانكشن دي هتطلع باف اوف اكس 1. تمام كده. طيب ولو جيت خدت نقطة هنا فدي هتلاقيها ان هي نازلة كده في الاكس 2، وبرضه هتلاقيها ناحية الواي اف اوف اكس 2. طيب فبالتالي التغير اللي حصل ده نقدر نعبر عنه ان هي الحتة دي كده اهي، وهي برضه الحتة دي. تمام. والتغير اللي حصل هو الجزء ده بالنسبة للواي، يعني انت اتغيرت في الاكس اللي هي الجزء ده كده، في الواي اللي هو الجزء ده، فنقدر نعبر عنه ان هي الحتة دي برضه. يبقى انت كده معاك اصبح الحتة دي كده اهي، نعملها كده باللون الاحمر، اسمها دلتا اكس. ليه؟ لان انت اكنك شفت الفرق ما بين اكس 2. يعني انا كنت عند الزيرو، مشيت اكس 2 ونقصت منها الفرق بتاع اكس 1، فهي الحتة دي كده خلاص. طيب
فانت حتى هنا لو عملتها بنظام ايه الارقام هنا اللي هي 2 و3، لو انت كنت هنا عند الاتنين وكنت هنا عند التلاتة، فهتلاقي ان انت كده الاتنين اهي والتلاتة اهي. فانت كنت عند الاتنين كنت بكام؟ كنت باربعة. عند التلاتة كنت بتسعة. فهتلاقي الفرق ده والفرق ده اللي هو ده وده اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الدلتا اكس، اللي هو التلاتة ناقص الاتنين اللي هي كام؟ اللي هي واحد مثلا. وهنا تسعة ناقص الأربعة اللي هي خمسة مثلا. فهو ده اللي أنا قصدي عليه، إن أنت معاك هنا دلتا اكس ومعاك هنا الدلتا واي اللي هي الدلتا اف اوف اكس. طيب نستفاد ايه بقى من الكلام ده؟ تعالى كده واحدة واحدة نرسم الرسمة تاني بسرعة بقى اهي. لو انا قلت لك انت معاك برضو كيرف كده، وقلت لك ان انت كده معاك ده اكس 1 وده اف اوف اكس 1، ماشي. وبعد كده جيت هنا قلت لك ان معاك اكس 2 وهنا معاك اف اوف اكس 2، ماشي. خليها كده اهي. فهنا انا سميت لك الحتة دي والحتة دي، قلت لك ان دي دلتا اكس ودي اسمها الدلتا واي. طيب انا للسهوله هقول لك ان الحته دي الدلتا اكس دي هسميها لك بس اتش، بيرمزوا لها بالرمز اتش عشان ايه؟ للسهوله يعني. طيب الدلتا واي دي بنعبر عنها بحاجه اسمها فاريشن اهو، فاريشن. وده هو يعتبر جزء اساسي لفكره معدل التغير. ايه الفاريشن ده؟ انك بتحسب التغير اللي حصل من عند اف اوف اكس 1 اللي هو على الواي، من عند اف اوف اكس 1 اللي هي اكنك عوضت اكس 1 جوه الفانكشن فاللي هي النقطه دي، واكنك عوضت اكس 2 جوه الفانكشن فكانها نقطه زي. فانت بتشوف الدلتا واي اللي هي ايه بقى؟ اللي هي تبقى اف اوف اكس 2 ماينس اف اوف اكس 1. دي كده البدايه اللي هي تعتبر ايه؟ اللي هي تعتبر الحته دي كده اللي هي الدلتا واي. خلاص يبقى الفاريشن ده انت ممكن حد ترمزه تقول ايه؟ ان هو الدلتا واي. طيب وايه كمان؟ الاكس 2 دي انت ممكن تكتبها بطريقه تانية. ايه بقى؟ مش انا بقول لك ان الحته دي اسمها اتش اهو بتساوي اتش. طيب فممكن اقول لك ان انت كده معاك الدلتا اكس بتساوي اتش، انا اللي مسميها ماشي. مش الدلتا اكس دي عباره عن اكس 2 ماينس اكس 1 بتساوي اتش. فممكن هنا اقول لك ايه؟ هودي الاكس 1 دي الناحيه التانية تبقى الاكس 2 هتساوي اكس 1 زائد اتش. وخلي بالك من الحته دي بقى. فالحته دي هنيجي نعوض بيها هنا. هتقول بقى ايه؟ هتقول كده ان انت معاك اف اوف اكس 1 بلس اتش ماينس اف اوف اكس 1. وهو ده كده التعريف بتاع ايه؟ بتاع الفاريشن. خلاص ده كده الشكل بتاع ايه؟ الفاريشن عموما. فتعالى بقى ناخد امثله نستخدم بيها او نعوض بيها جوه ايه الشكل ده. فتعالى كده نشوف اول سؤال. بقول لك هنا لو معاك اكس سكوير، لو هنا معاك اكس سكوير ماينس 3 اكس بلس 4، وبقول لك انا عايز الفاريشن هكتبها لك كده علامه الفي اوف 0.2، ماشي. طيب وبرضه هقول لك ان هي عند اكس معينه، وهتفهم دلوقتي قصدي ايه يعني عند اكس معينه. فبقول لك ات اكس ايكوال 3. خلاص كده بس. فهنا كده هتقول لي بقى ايه؟ لما انا بقول لك ات اكس ايكوال 3 افتكر القانون كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك اف اوف اكس بلس اتش ماينس اف اوف اكس. عايز تكتبها اكس 1 عايز تكتبها اكس زي ما هي، انا كده كده بقول لك عند الاكس ايكوال 3. فانت كده كده كل اللي هتجيبه هتجيب لي اف اوف 3 بلس اتش ماينس اف اوف 3. ده كده اللي مطلوب منك في الموضوع ده كله بس، اللي هي الفاريشن عند الاكس بتساوي 3. طب هو بيقول لك عوض لي ب 0.2. ما انت هتجيب الفاريشن وبعد كده تعوض ب 0.2 جوه الفانكشن بتاعت الفاريشن. طب تعالى واحده واحده نشوف. هنيجي هنا على اكس سكوير فهتقول ايه؟ هتقول كده 3 بلس اتش معمول لها سكوير، ماشي. بعد كده هتقول ماينس اللي هي الاكس سكوير تاني اللي هي تبقى ايه؟ تبقى 3 سكوير، ماشي كده. ادي اول جزء. وبعد كده يبقى معاك ماينس، تفتح كده براكت، معاك 3 اكس ماشي فتخليها 3 بلس اتش مضروبه في ايه؟ في 3. تمام. اكن يا جماعه الاكس بتاعتي بقت 3 بلس اتش، فاكن الاكس دي بقت 3 في ايه؟ في 3 بلس اتش. حلو. وبعد كده هتقول ايه؟ هتقول ماينس 3 في 3. ادي كده ايه؟ تاني جزء. طيب بعد كده تالت جزء هتزود الاربعه عادي، ماشي كده. طيب تمام كده. طيب فانت بعد كده انت زودت 4 بس خلي بالك الاربعه اللي زودتها دي اكنها الاربعه بتاعت الجزء ده، فانت هتضطر تنقصها تاني، ماشي.
وهقول لك الحته دي برضو جت منين. يعني انت دي ممكن تعملها بطريقه برضو احسن من الطريقه دي، انك تجيب كل ال f of 3 بلس h تعوض بيها كلها هنا مره واحده، وبعد كده تنقص منها ال f of 3 مره واحده. يعني ايه؟ يعني تقول كده 3 بلس h معمول لها سكوير، بعد كده ماينس 3 مضروبه في 3 بلس h، خلاص، بعد كده بلس 4. ادي كده اول جزء. بعد كده تروح تعمل ماينس، هتعوض بالاف اوف 3، فالاف اوف 3 معاك هتبقى كام؟ تبقى 3 سكوير. بعد كده معاك ماينس 3 في 3، خلاص، بعد كده ايه؟ بلس 4. فانا كان قصدي هنا ان انت ضربت في 4 ونقصت 4 او زودت 4 ونقصت 4، دول هيروحوا مع بعض. ليه؟ لان هنا معاك بلس 4 وهنا معاك ماينس، هتخش هنا ماينس 4. ماشي؟ فتعالى واحده واحده نفك الكلام ده. تعالى نشتغل على تحت على طول اهي. هتبقى معاك 3 سكوير بلس اتش سكوير بلس 2 في 3 في اتش يبقى 6 اتش. ماشي؟ طيب وهنا كده معاك كام؟ هنا كده يبقى معاك ناقص 9، بعد كده ناقص 3 اتش. فتعالى كده بقى ايه، نفك دي كده. هتلاقي دي معاك بقت ب 3 سكوير بلس اتش سكوير بلس 2 في 3 في اتش يبقى 6 اتش، بعد كده ماينس 9 ماينس 3 اتش. ماشي؟ ادي كده ايه الجزء اللي فوق. بعد كده يبقى هنا معاك ماينس 3 سكوير، ماشي، ومعاك هنا ماينس ماينس تبقى بلس، بلس ايه؟ بلس 9. فهتلاقي 9 دي راحت مع 9، ال 3 سكوير هتلاقيها راحت مع 3 سكوير، بعد كده 6 اتش ناقص 3 اتش يبقى معاك 3 اتش. يبقى الحل هنا في كل ده هيبقى اتش سكوير زائد 3 اتش. بس كده، فهي دي كل الفكرة. فبعد كده بقى هو بيقول لك ايه؟ عوض لي ب 0.2، فهتيجي تعوض عند الاتش ب 0.2 بس. فهنا لما الاتش تكون ب 0.2 هيبقى هنا، تعالى نكتبها على جنب اهو، يبقى 0.2 معمول لها سكوير زائد 3 تايمز 0.2. بس هتحسب دي على الآلة بقى عادي، تقريبا هيطلع لك ب 0.64 وخلاص كده. ماشي؟ طيب تعالى نشوف حاجة تانية. لو قلت لك ان هنا، خلينا نشيل دي كده، لو قلت لك ان هنا الاكس بتتغير، ماشي، من 1 راح ل 1.4، تعملها ازاي؟ ممكن حد يقول لي هي نفس الفكرة القديمة. انت بتقول لي ايه؟ بتقول لي اف اوف اكس بلس اتش، اللي هي تعتبر ايه؟ اللي هي تعتبر الاكس 2، تمام، بعد كده ماينس الاف اوف اكس اللي هي كأنها الاكس 1. فانا اعوض ال 1.4 هنا اهو، واعوض ال 1 ده هنا، اكني بجيب معدل التغير عادي خالص، اكني بعمل ايه؟ او بجيب الفاريشن التغير بس عادي خالص. فبقول ايه؟ اقول كده اف اوف 1.4 ماينس الاف اوف 1، وهتعوض عادي جوه الفانكشن دي. فهتلاقي كده يبقى ايه معاك؟ يبقى كده معاك 1.4 معمول لها سكوير ماينس 3 تايمز 1.4، ماشي، بعد كده بلس 4. هتخلص بقى الجزء ده وتعمل ماينس الاف اوف 1، ف 1 ماينس 3 بلس 4، فكده 1 ماينس 3 بلس 4، ف ماينس 3 يبقى كده 4، واحد يبقى 2. ماشي؟ بس فهتحسب دي برضو عادي خلاص. او ممكن خلي بالك حل تاني. مش انت قلت لي من 1 لحد 1.4؟ يعني كده الاتش بكام؟ مش الاتش معاك تعتبر هي ايه؟ هي الاكس 2 ماينس الاكس 1 اللي هي الدلتا اكس. فانت كده ممكن تقول ان هي 1.4 ماينس 1 اللي هي 0.4، وبعد كده تاخد ال 0.4 دي وتعوض في ايه؟ في الايكويشن دي اهي، اهي اللي هي اللي احنا طلعناها من هنا. هو ده كله سؤال واحد، اللي هي اتش سكوير بلس 3 اتش. فلما تعوض ب 0.4 هنا، هي نفس الاجابه دي، هي بالظبط، خلاص، نفس الرقم. ماشي كده؟ فانت معاك الفكره عموما كده بتدور على ايه؟ ان انت تكون عارف بس حاجتين، ان الدلتا اكس هي الاتش اهي. فلو قال لك لو انا كنت عند ال1 وبقيت عند ال 1.4، فهي الاتش اللي هي بكام؟ 1.4 ماينس 1 يعني 0.4. لو قال لك هات الفاريشن، الفاريشن هو الحته دي يا جماعه، ده الفاريشن. فالفاريشن لما يكون مثلا عند 0 او 0.1 او 0.2، هو دي قصده قيمه الاتش، اللي هو اتغير من فين لفين. يعني كان عند الاكس دي مثلا بواحد، هنا بقى ب 1.1، فالاتش معاك بقت ب 0.1 اللي هو الفرق ده بس. فالفرق ده هو عايز يشوف هو هيحصل ايه في الواي لما هو يغير في الاكس كده حته بسيطه، نشوف ايه اللي هيحصل في الواي. ماشي؟ فكان ده الحكايه كلها يعني. فحتى اهو سؤال تاني، لو قلت لك ان ده رقم 2، لو معاك اكس سكوير ماينس اكس بلس 1، وبقول لك عند الاكس بتساوي 3، هات الفاريشن.
طيب بعد ما تجيب الفاريشن هتعوض لي برقمين، هتعوض لي بالفاريشن اوف 0.2 ومعاك الفاريشن اوف 0. ايه نيجاتيف 0.3. انا كل واجبي هنا ان انا اقول لك ايه الفانكشن اهي، وانت على طول اضرب الرقم ده على الاله، يعني مش مشكله. فهتيجي هنا هتقول له ايه، هتقول له كده اف اوف 3 بلس اتش ماينس اف اوف 3. عايز تعملها تمشي على كل واحده او عايز تاخدها كجزء كامل تعوض بيه، ماشي اللي انت عايزه. الاتنين واحد مش فارقه، وكده كده قدام هتكتشف ان الكلام ده كله لعبه اصلا. فهتلاقي هنا ايه، يبقى 3 بلس اتش بعد كده معمول لها ده كده الفاريشن اهو، يبقى 3 بلس اتش معمول لها ايه سكوير، بعد كده ماينس 3 بلس اتش، بعد كده بلس 1. ال1 ده يا جماعه هو رقم كونستانت اصلا، يعني لو خدت بالك الواحد ده اصلا ملوش اي لازمه. ليه؟ لان ال1 ده يعتبر كده، فالواحد ده مش هيتغير. ليه؟ فين التغير في الواحد؟ انا كنت عند مثلا واحد كنت بواحد، عند اتنين كنت ايه بواحد، عند تلاتة كنت بواحد برضه، باربعة نفس الكلام. فمفيش اي تغير في الحته دي، فده اصلا هيتشال ملوش لازمه، فبنكتبه بس ايه للفهم يعني. ماشي. فكده انت معاك الجزء ده، بعد كده هتقول ماينس الاف اوف 3. ماشي، اعمل السكوير براكت كده، بعد كده تقول ايه، تقول هنا 3 سكوير، بعد كده هنا ماينس 3، بعد كده بلس 1. فتعالى بقى نفك، فهتلاقي كده معاك بقت ايه، الجزء ده كده بقى معاك بقى 3 سكوير بلس اتش سكوير بلس 6 اتش، بعد كده ماينس 3 ماينس اتش، بعد كده زائد 1، بعد كده يبقى معاك هنا ماينس 3 سكوير، بعد كده بلس 3 ماشي، وبعد كده ايه ماينس 1. فانت هتيجي هنا هتلاقي كده ان ال 3 دي راحت مع ال 3، هتلاقي ال 1 راح مع ال 1، بعد كده ال 3 سكوير راحت مع ال 3 سكوير، يبقى لك اتش سكوير و6 اتش ناقص اتش، يبقى الإجابة هنا عبارة عن اتش سكوير زائد 5 اتش. خلاص كده. فانت هتيجي هنا بقى، احنا كده جبنا الفاريشن خلاص، يعني دي كده الفاريشن الفي اوف اتش. فانا بقول لك عند الاتش ب 0.2 تيجي هنا تعوض ب 0.2، عند الاتش بنيجاتيف 0.3 تيجي تعوض هنا بنيجاتيف 0.3. ممكن حد يعمل حركه صايعه شويه، ايه هي؟ انه يروح، انت كده دي معاك الفانكشن اف اوف اكس. طيب مش انا بقول لك الفاريشن اوف 0.2، ممكن حد يقول انا ممكن اعوض باف اوف 1.2 ماينس اف اوف 1. تمام، مفيش اي مشكله، انت كده تمام ومن غير اصلا ما تجيب الايكويشن دي. بس هو السؤال ممكن يكون ستيبس، فانت محتاج تكتب الحاجات دي. طيب لو الفاريشن اوف نيجاتيف 0.3 مثلا، نحط اي رقمين الفرق ما بينهم نيجاتيف 0.3 خلاص، يبقى اقول لك اف اوف 1 ماينس اف اوف 1.3 مثلا. خلاص، هي دي كفكره برضو يعني. ماشي. بس الاحسن انك تمشي بطريقه الفاريشن وتجيب الاتش عادي وتعوض بالارقام دي عادي وخلاص. تمام. طيب تعال نشوف حاجه تاني. لو انا جيت بقى كلمتك على الافريج ريت اوف تشينج، انت كده كلمتني على الفاريشن. طيب تعال بقى نبص على الافريج ريت اوف تشينج. ماشي. طيب الافريج ريت اوف تشينج هو مجرد ان انت جبت الفاريشن، اقسم بقى على الدلتا اكس. مش انت رحت جبت الفاريشن اللي هو الدلتا واي، اقسم بقى على الدلتا اكس. يعني تعالى كده نركز معايا. دلوقتي انا ممكن اقول لك ان الافريج ريت اوف تشينج ده ببساطه هو الدلتا واي على الدلتا اكس. وكمان من التعريف كلمة افريج، الحاجة الافريج دي اكنك بتجيب ايه؟ اكنك بتجيب متوسط الحاجة. فانا اكني رحت مثلا جبت مجموع النقط، اكني جبت الصم بتاع النقط وقسمت على عددهم. طيب الحتة دي ممكن تبقى غريبة شوية بالنسبة لك، اللي انت ممكن تكون شفته قبل كده هي الدلتا واي على الدلتا اكس. طيب تعالى نرسم الايه الرسمة ونشوف منها الكلام ده. دلوقتي نفس هي الرسمة بالظبط. لو قلت لك معاك حاجة عاملة كده، وانت معاك عند النقطة دي تعتبر اكس 1، وهنا مثلا اهو اكس 2، وهتلاقي ان دي كده رده في ايه في واي 1، وهتلاقي دي رده في الواي 2، او اللي هي ايه اللي هي اف اوف اكس 2 يعني. ماشي. فانا كنت بقول لك ان الفاريشن هو ايه، لو خدت كده الدلتا اكس اهي ودي كده الدلتا واي، فبقول لك ان دي كده الدلتا واي اللي انت ممكن تركبها بالفاريشن، ودي كده الدلتا اكس. فهو بيقول لك ان الافريج ريت هو الدلتا واي على الدلتا اكس. اكنك رحت جبت مجموع النقط دي كلها، بص اكنك رحت جبت مجموع النقط دي كلها وقسمت على عددهم. عددهم هو ايه؟ انا رحت من اكس 1
مشيت من هنا لهنا 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 لهنا، فدول كلهم ليهم عدد ومجموعهم هو كل النقط دي، فعشان كده سموه افريج. بس انت طبعا مفهومك ان هو الدلتا واي على الدلتا اكس. طيب فممكن نكتبه بشكل تاني، هقول لك الدلتا اكس دي هنسميها اتش، فهنقول ايه تاني، نعمل نفس الحركه، فهتقول لي كده ان الدلتا اكس دي عباره عن ايه، عباره عن الاتش. يبقى انت معاك ان اكس 2 ماينس اكس 1 ايكوال اتش، يبقى اكس 2 ايكوال اكس 1 بلس اتش. يبقى انت ممكن تكتب القانون ده بشكل تاني، تكتبه ازاي؟ الدلتا واي دي خلاها اف اوف اكس بلس اتش ماينس اف اوف اكس، الشكل الايه الاولاني. بعد كده تروح تقسم على ايه، على اتش. الاتش دي يا جماعه اللي هي الدلتا اكس، اللي هي ايه الدلتا اكس، اللي هي الاكس 2 ماينس الاكس 1. ماشي، فده القانون معانا. تعالى بقى ايه نشوف امثله عليه. فبقول لك اول حاجه، لو معاك 2 اكس سكوير بلس 5 اكس ماينس 1، حاجه بالمنظر ده، وطالب منك الافريج ريت عند الاكس بتساوي ايه 2. ماشي كده. طيب فعند الاكس بتساوي 2، فهنيجي هنا هنجيب الاول ايه، انت قلت لي ان هو الاف اوف اكس بلس اتش ماينس الاف اوف اكس، خلاص، اوفر ايه، اوفر الدلتا اكس او اوفر الاتش. طيب وانت معاك ان الاكس بتساوي 2، فتعالى كده نشوف، هتعوض هنا بقى، فهتقول ايه، تعالى كده خليها 1 على اتش بره، يعني خدت دي كده بره. ماشي، هتعمل نفس الحركه تاني، بس هي ان الاكس معاك باتنين اهي، فهنعوض دي كده اللي هي ايه اكس بلس اتش، والاكس معاك باتنين، فيبقى 2. بعد كده يبقى 2 زائد اتش معمول لها سكوير، بعد كده زائد 5 مضروبة في 2 زائد اتش، بعد كده ناقص 1. ادي كده اول جزء. بعد كده هتروح تعمل ماينس وبراكت كده، هتعوض بقى بالاف اوف 2، فيبقى هنا 2 معمول لها ايه، مضروبة في 2 معمول لها سكوير، بعد كده بلس 5 مضروبة في 2، وبعد كده ماينس 1. فكده كده دي هتروح مع دي اهو. ومعاك هنا الخمسة، لما تخش على الاتنين وتخش على الاتش هتلاقي نص الناحية التانية في ايه، في 5 في 2 وفي هنا ماينس، فهتشال معاها، يبقى لك هنا 5 اتش. حلو قوي. بعد كده من هنا الاتنين تنزل عادي، بعد كده 2 سكوير يبقى ايه، يبقى 4 بلس اتش سكوير، بعد كده بلس 4 اتش، ومعاك من هنا 5 ايه، 5 اتش. فهتلاقي نيجاتيف 2 في 2 سكوير، خلاص دي هتروح مع ايه، مع الاتنين في الاربعة دي، يبقى لك كده هنا اهو 2 اتش سكوير زائد 2 في 4 اتش يبقى 8 اتش، والخمسة اتش دي كانت بتاعت الجزء ده، خلاص تنزل زي ما هي. حلو كده، ده كل حاجة. طيب وفي بره واحد على اتش ما تنساش، يبقى انت كل الكلام ده على كام، على اتش. فهتلاقي هنا معاك 8 و5 13 اتش، يبقى انت كده معاك 2 اتش سكوير زائد 13 اتش على اتش، فهتشيل واحدة من السكوير دي مع الاتش، وتشيل الاتش دي مع الاتش اللي تحت، يبقى لك هنا ايه 2 اتش بلس 13. يبقى ده كده ايه، ده كده الفاريشن او الافريج ريت بقى. انت جبت خلاص، انت الفاريشن ده اللي هي الحته دي، لما تقسم على الاتش اللي هي الدلتا اكس انت كده بتجيب الافريج ريت، يبقى ده كده الافريج ريت. طيب فبعد كده لو جيت بقى قلت لك انا كده كده هسمي لك ان دي، هسميها لك ايه، اللي هي ايه اختصار لكلمه افريج يعني. فانا هقول لك مثلا عايز الايه اوف 0.5، او عايز مثلا الايه اوف 0.2، هتيجي عادي تعوض هنا، هتعوض هنا الاتش ب 0.2 او هتعوض الاتش ب 0.5 وهكذا. فلو قلت لك مثلا عند الاتش ب 0.2 هتطلع معاك ب 13.4 بس. هات الكالكوليتور عادي واحسبها بايه، بايدك كده واحده واحده. ماشي. طيب لو انا جيت قلت لك انا عايز لما الاكس تتغير مثلا من ايه، من 1 لحد 1.4، يعني انا عايز اشوف الافريج ريت من 1 لحد 1.4، هتعمل ايه؟ هتروح تقول لي عادي خالص، هروح اعوض هنا اف اوف 1.4 ماينس الاف اوف 1 على مين، على الدلتا اكس، يبقى انا هقول 1.4 ماينس 1 يبقى 0.4 بس. وهي برضو لو انت كنت جبت ايه، كنت جبت دي وعوضت ب 0.4، نفس الكلام اللي عملناه في الفاريشن. الفرق يا جماعه ان احنا قسمنا على الدلتا اكس او الاتش بس، فالاتش هنا كانها 0.4 اللي هو الفرق بين ده وده، او هنا لو عوضت بيها عادي تيجي معاك، يعني انت ده شغال معاك والجزء ده برضه شغال معاك. ماشي، ودي هي دي. طيب تعال نشوف حاجه تانية. لو قلت لك هات الافريج ريت، ده رقم 2 اعتقد، الافريج ريت
لل1 اوفر اكس. خلاص. وبعد كده مثلا قلت لك ايه، عوض مثلا عند الاكس لما تتغير من 3 ل 3.2. تمام. طيب فتعالى كده في الاول، ممكن حد يقول لي على طول، انا كده ممكن اجيبها على طول، اقول لك ايه، اقول لك اف اوف 3.2 ماينس الاف اوف 3 على مين، على 3.2 ماينس 3 يبقى 0.2. ده كده الافريج. مظبوط، ماشي، مش مشكله. ممكن حد تاني يقول لي لا انا هحلها بطريقه الاتشات. خلاص. وساعتها هو ممكن يطلبها منك، فعايز ستيبس للحل ده، فيبقى 1 اوفر اكس بلس اتش اهو، ماينس 1 اوفر اكس اوفر ايه اوفر اتش. ما تتلخبطش، احنا هنا عملنا ايه، احنا هنا كل اللي عملناه ان احنا جبنا اف اوف اكس بلس اتش ماينس اف اوف اكس، وبعد كده جينا قسمنا على اتش. فتعالى كده نوحد الجزء ده، انت ممكن تخرج 1 اوفر اتش دي بره عشان ما تلخبطكش. فلما نوحد الجزء ده يبقى معاك هنا ايه، هيبقى معاك هنا اكس بلس اتش ماينس اكس، او مضروبه كده في اكس اهي. تمام. طيب بعد كده الاكس دي تطلع هنا، يبقى معاك هنا اكس، وبعد كده ماينس اكس ماينس اتش. فهتلاقي ان انت معاك الاكس دي راحت مع الاكس دي، يبقى لك هنا ايه، يبقى لك كده 1 اوفر اتش مضروبه في نيجاتيف اتش اللي هي برضه هتروح، ويبقى لك هنا اكس بلس اتش مضروبه في ايه، في اكس. فهتلاقي ان الاتش دي راحت مع اتش دي، يبقى في الاخر الاجابه معاك يبقى 1 اوفر نيجاتيف 1 اوفر اكس بلس اتش مضروبه في اكس. بس فانت ممكن على طول تشتغل بقى بدي، او ممكن تشتغل بايه، بدي. فهنا الاكس بلس اتش دي خلي بالك هو مديها لك، اللي هو مديها لك ب 3.2، والاكس اللي هي ب 3 بس، فهي نفس الاجابه يعني مش مشكله. يعني انت ممكن تعوض هنا كده دي، تقول إن دي كده 1 اوفر، يبقى هنا 3.2 مضروبه في 3، ماشي كده، وهيطلعوا لك ان ايه نفس الحاجه يعني، ما تقلقش. طيب لو انا مثلا قلت لك افكار تانية بقى، مش من غير ايه، من غير فانكشن. لو انا قلت لك معاك الافريج ريت، ده السؤال رقم 3. لو معاك الافريج بيساوي 5، والاكس بتتغير من 2 لحد 4، وبيقول لك ان الاف اوف 2 بيساوي 6، فعايز الاف اوف 4. خلاص. طيب حاجه بالمنظر ده نجيبها ازاي، هتروح تطبق عادي القانون خالص، هتطبقه عادي. بيقول لك ايه، بيقول لك اف اوف اكس بلس اتش اللي هي هنا الاف اوف كام، انت معاك اف اوف 2 واف اوف 4، ودي ب6 ودي انت عايزها. طيب فلو انت قلت اف اوف 6 او اف اوف 4 اهو، ماينس الاف اوف 2 على كام، على 4 ماينس 2 اللي هي اللي معاك اهو. بس مش انا بقى كده جبت الافريج ريت، فهتروح تعوض عادي، هتلاقي الاف اوف 4 اللي انت اللي هي مش معاك فانت عايزها. طيب الافريج معاك ب5، يبقى 5 هنا ايكوال الحاجه اللي مش معايا، فدي هكون سميها زد. خلاص. وهاتها بس، ماينس الاف اوف 2 ب6، بعد كده 4 ناقص 2 يبقى 2، يبقى هنا 10 هيساوي زد ماينس ايه، ماينس 6. ال 6 تروح الناحيه التانيه، يبقى 16 بيساوي زد. بس ماشي كده. طيب تعالى بقى نتكلم على الريت اوف تشينج. انا كده كلمتك على الافريج ريت وكلمتك على الفاريشن. طب هو ايه الفرق بين الحاجه الافريج والحاجه الانستانتينيوس، الحاجه اللحظيه؟ هو ده بقى يجي هنا التعريف، والحته دي مهمه جدا، اهم حته في الديريفيتيف، ماشي، او اهم حته اصلا في مقدمه الديريفيتيف. طيب تعالى بقى نتكلم على اهو الريت اوف تشينج. الفرق ايه ما بين الافريج والحاجه الريت او الحاجه اللحظيه؟ يعني الريت ده بيكلمك على الحاجه اللي بتحصل في اللحظه، فالفكره هنا كلها من خلال الرسمه هنشوفها برضو. معاك مثلا نفس الكيرف ده اهو، ومعاك هنا النقطة اللي هي بتاعت الاكس 1، وهنا اللي هي اف اوف اكس 1، ماشي. وبعد كده جيت هنا وخدت نقطة من هنا اهو، ونزلت كده اكس 2، وبعد كده كده اف اوف اكس 2، ماشي. فهتلاقي نفس الكلام، هتلاقي برضو ان هو دي كده الدلتا اكس، ودي كده معاك الدلتا واي اهو، الدلتا واي اهي والدلتا اكس اهي، ماشي. الفكرة هنا ان الريت اوف تشينج هو مش بيقيس لك على فترة. يعني أنا هنا خلي بالك قلت لك ايه في الافريج، قلت لك ان احنا بنقيس على عدد النقط دي
يعني بنشوف كل نقطة ايه نقطة من النقط دي وهكذا ونجمعهم، إيه يعتبر مجموعهم على عددهم. لا انت هنا بتركز على كل نقطة، هنركز على النقطة هنا اهي، فليكن الحتة دي وبعد كده الحتة دي وهكذا والحتة دي، هتركز على كل نقطة هنا. فبالتالي كل اللي انت بتعمله ان انت بتحاول تصغر الدلتا اكس، يعني الدلتا اكس دي هنسميها اتش ماشي، بتحاول تصغر الاتش دي جامد، يكاد يكون المسافة ما بين كل واحدة والتانية تكاد تكون نقطة. يعني بص كده الدلتا اتش دي تكاد تكون حتة صغيرة قوي نقطة اهو. فانا اكني بقيس التغير عند كل بوينت عند كل نقطة. طيب فنيجي هنا هتعمل بقى ايه؟ هقول لك ان دي يعتبر ايه اهي دلتا واي على دلتا اكس، نفس الكلام ماشي، اللي انت ممكن تكتبها كده f of x بلس h ماينس f of x على h ماشي، هي نفس كل حاجة. طب الفرق ان انا قلت لك ايه؟ قلت لك انا هصغر ال h جامد. فنيجي هنا للفكرة، بس احنا كده هنشيل دي ونقول هنا ان انت معاك كده ايه، معاك ليميت ان ال h approach to zero، يعني كده ال h دي تكاد تكون صفر. ليه؟ لما اصغر المسافة جامد 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 اكني بقرب هنا النقطة، فاكن ال h او الدلتا اكس تكاد تكون بزيرو. فممكن حتى نكتبها لك كده، يقول لك هي دي دلتا اكس ابروتش للزيرو، وهنا يكتبها ايه بدل دي، يكتبها لك دلتا اكس. هي نفس ايه، نفس الرول يعني ماشي. طيب تعالى بقى نشوف امثله على الريت اوف تشينج. فالفكره كلها ان انت كل اللي هتعمله انك هتستخدم نفس فكره الافريج ريت، بس انت تحط الاتش بزيرو بعد ما تخلص خالص ماشي، اكنك بتجيب الليميت. فانت كنت عمال تحل في الليميت وعمال تستخدم الليميت في الحل وهكذا، عشان تعمل ايه؟ عشان بعد ما تخلص كل ده تحلها كليميت عادي، فدي اصلا جزء من الديريفاتيف او مقدمه للديريفاتيف. طيب فتعالى هنا بقى، لو قلت لك اول مثال، لو معاك هنا اكس سكوير ماينس 3 اكس، وبقول لك هات الريت عند الاكس بتساوي واحد، فهتيجي تقول لي ايه؟ هتقول لي عادي، انا كل اللي هعمله ان انا هستخدم القانون. انت بتقول لي ليميت ال h approach to 0 f of x plus h minus f of x على ايه؟ على h. حلو، هتعوض عند الاكس بواحد في كل واحدة. طيب انت ممكن الاول تاخد ال 1 اوفر اتش بره وخلي الليميت تنزل زي ما هي، مش مشكلة. طيب بعد كده f of x بلس h والاكس بواحد، يبقى واحد زائد اتش ماشي، يبقى واحد زائد اتش اول واحدة معمول لها سكوير، بعد كده ناقص 3 مضروبة في واحد زائد اتش. طيب وبعدين بعد كده تعمل ماينس، يبقى انت كده اكنك ايه، تعمل ماينس كده وبراكت تاني خلاص. طيب البراكت التاني هيبقى فيه واحد سكوير ماينس ايه، ماينس 3 بس. فتعالى كده نفك ده هتلاقيه عبارة عن ايه، هتلاقيه واحد زائد اتش سكوير زائد 2 اتش، بعد كده هنا ماينس 3 ماينس 3 اتش ماشي، بعد كده معاك هنا ماينس 1 بعد كده بلس ايه، بلس 3. فهتلاقي هنا ال 3 راحت مع ال 3، وبعد كده معاك هنا 1 راح مع ال 1، وبعد كده هنا ال اتش سكوير زي ال 2 اتش ناقص 3 اتش، فهتلاقي دي راحت مع دي يبقى لك نيجاتيف اتش. يبقى كده الحل عبارة عن اتش سكوير ماينس اتش. وهو هنا قايل لك ليميت، تعالى بس ناخد خط كده، قايل لك ليميت ان ال اتش ده ابروتش للزيرو وقاسم هنا على اتش ما تنساش. خلاص ماشي. فهنا يبقى معاك كده ايه، يبقى كده معاك لو خدت اتش بره يبقى هنا اتش ماينس ايه، ماينس 1 ماشي على اتش، يبقى دي كده هتروح مع دي. بعد كده بيقول لك عوض الاتش بزيرو، يبقى هنا كده معاك ايه، يبقى دي كده زيرو، يبقى الاجابه هنا نيجاتيف 1. خلاص كده بس. فدي يعني كانت فكره من ناحيه ايه، من ناحيه الريت عادي خالص. طيب وقدام هتعرف ان انت كأنك عملت ديريفاتيف وعوضت ان الاكس ب1 يعني هي ماشي. طيب تعالى كده نبص على حاجه تاني. لو قلت لك تاني واحده هنا معاك 1 اوفر اكس ماينس 2، وبقول لك انا عايز مره الافريج ريت عند الاكس ب1، الاكس 1 بتساوي 3 والاتش بتساوي 1 خلاص، ومره هات الريت عند الاكس بتساوي 7. تمام كده. طيب فتعالى واحده واحده بقى. فنيجي هنا كده للسؤال ده. في الاول بيقول لك ان الاكس 1 ب 3 والاتش ب 1 ماشي، مش انت معاك ان الاتش دي تعتبر هي الدلتا اكس؟ فانا كاني بقول لك ان اكس 2 ماينس اكس 1 بيساوي الاتش ماشي. فلما الاتش كانت بواحد معاك كده ان الاكس 2 انت عايزها، فليكن انت عايزها الاكس واحد اصلا ايه ب3، وممكن نودي 3 الناحيه التانيه يبقى الاكس 2 كده ب4 بس.
فانا كده كل اللي هو عايزه مني كافريج هقول مجرد ايه؟ هقول مجرد 1 اوفر اتش اهو اللي هي 1 اوفر 1 ماشي. بعد كده معاك اف اوف 4، الاف اوف 4 اللي هي اكس 2. يعني انا كده يا جماعه هنا عملت ايه؟ تعالى نكتبها هنا كده اكني بقول لك اف اوف 4 ماينس الاف اوف 3 على الاتش. خلاص الاتش اللي هي بواحد بس، فهنا واحد على واحد بواحد. طيب بعد كده الاف اوف 4 ماينس الاف اوف 3، فهنعوض بقى اف اوف 4 ماينس الاف اوف 3، يبقى هنا 1 اوفر كام؟ 4 ماينس 2. بعد كده ماينس 1 اوفر كام؟ 3 ماينس 1 ماينس 2. ماشي بس. فدي هتطلع معاك كده كام؟ دي كده معاك بهاف، بعد كده ماينس دي بواحد يبقى ماينس 1، يبقى اللي جايبها معاك نيجاتيف هاف. ماشي. طيب تعالى بقى نشيل الكلام ده عشان هو بيقول لك انا عايز الريت العادي. فهنا الفكره ان انا مش معايا الاتش، خلي بالك، يعني ده كده كان سؤال لوحده، هنا بقى ده سؤال تاني لوحده. بقول لك ان انت معاك 1 اوفر اكس ماينس 2، تعالى اكتبه هنا. بقول لك ان انت هنا معاك 1 اوفر اكس ماينس 2 وعايز الريت عند الاكس بتساوي كام؟ بتساوي 7. فهتقول لي كده هو ليميت لما الاتش للزيرو. ماشي. بعد كده هتقول لي معاك هنا ان هو اف اوف اكس بلس اتش. طيب الاكس ب7 يبقى اف اوف 7 بلس اتش ماينس اف اوف كام؟ اف اوف 7. خلاص بعد كده على الاتش. طيب فممكن هنا تاخد ال1 اوفر اتش كومن فاكتور، كده كده الليميت دي زي ما هي ماشي اهي. وبعد كده هتعوض هنا 7 زائد اتش يبقى هنا 1 اوفر الاكس هتخليها 7 بلس اتش معاك ماينس 2. بعد كده هنا ماينس الاف اوف 7 يبقى 1 اوفر 7 ماينس 2 بس. فده كده هيطلع معاك برضو 1 اوفر اتش ودي زي ما هي تنزل برضو. طيب وبعد كده يبقى 1 اوفر 7 ناقص 2 يبقى 5 زائد اتش، بعد كده ناقص 1 على 5. فهنا انت ممكن تعمل ايه؟ لو عوضت بزيرو هيبقى معاك مشكله، انت ما ينفعش هنا برضو لسه انت ما ينفعش تعوض بزيرو، فممكن نوحد دول الاول. فتعالى كده نوحدهم ايه هنا اهو. فهنا كده هيبقى معاك ايه؟ هيبقى معاك الخمسه دي تتضرب هنا يبقى كده 1 اوفر، او خليها دلوقتي ايه، شيل 1 دي، يبقى كده معاك هنا تحت ايه؟ 5 بلس اتش هتضربها في ال5. بعد كده ال5 هتطلع هنا ماينس 5 ماينس اتش، فهتلاقي ان انت كان معاك اصلا بره 1 اوفر اتش ما تنساهاش، هنا 5 هتروح مع ال5 وفي نيجاتيف بعد كده اتش مع اتش، فيبقى لك هنا نيجاتيف 1 اوفر 5 بلس اتش مضروبه في ال5. ماشي بس. وهتعوض الاتش بزيرو عشان ده ليميت، ليميت لما الاتش ايه تروح للزيرو، فهتلاقي ان الاتش خلاص راحت، يبقى الاجابه هنا معاك ايه؟ نيجاتيف 1 اوفر 5 تايمز 5 يبقى 25. ماشي كده. طيب تعالى للي بعده، تقريبا ده السؤال رقم 4 أو 3 حاجة كده. المهم بقول لك روت اكس وهات الريت عند الاكس بتساوي 25. فهتيجي تقول لي عادي ليميت، اكتب بس الرول وكمل عليها. ليميت اتش ابروتش للزيرو اف اوف 25 بلس اتش ماينس اف اوف 25، وخلي بره ايه، خليها 1 اوفر اتش كده بره وخلاص، بس ما تنساش ان انت ايه معاك الحته دي. فده يساوي روت الحته دي هتبقى 25 بلس اتش ماينس روت ال 25 معاك بره 1 اوفر اتش وفي ليميت طبعا الاتش ابروتش للزيرو. حلو. فده نحله ازاي؟ ده يعتبر موضوع ليه؟ انت هنا معاك 5 ماشي، فانت ممكن كمان تدخل الاتش تحت، بس لو دخلت الاتش تحت هي خلي بالك هي عادي ممكن تيجي، بس الفكرة انت لو دخلت الاتش تحت اكنك قسمت على الزيرو. فالفكرة ان الاتش ينفع تخش هنا لكن هي مش هينفع تخش على روت ال 25. ممكن اروح اجرب ان انا اضرب في الكونجيجيت. خلاص تعالى كده نجرب نضرب في الكونجيجيت. الكونجيجيت بتاع دي عبارة عن ايه؟ فليكن هنقول هنسمي دي هنثبت دي زي ما هي، خليها زي ما هي مش فارقة. فهتبقى ايه؟ تبقى كده معاك روت 25 بلس اتش بلس 25، وهنا معاك تحت اضرب بقى في ايه؟ في نفس الكلام يبقى 25 بلس اتش بلس 25 تحت الروت. ها ماشي. انا اكني كده يا جماعه ما عملتش حاجه، انا اكني ضربت في الحاجه وقسمت عليها، اكني ضربته في واحد وهي دي. طب انت عايز تعمل كده ليه؟ عايز اخلص من السكوير روت ده، فاكيد ده فرق بين مربعين، فده اللي هيطلع لي من فوق كده اهو
اللي هيطلع لي من الجزء ده في الجزء ده هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن 25 بلس اتش ماينس ال 25. بص اكن دي اكس ماينس واي، ودي يعتبر اكس ماينس ايه بلس واي، فهيطلع اكس سكوير ماينس واي سكوير، يبقى ده سكوير، يبقى الروت اتشال اهو، ماينس الواي سكوير اهو. خلاص بس. وتحت ما تنساش معاك ايه؟ تحت معاك روت 25 بلس اتش بلس روت 25، ومعاك هنا 1 اوفر اتش لما الاتش تابروتش للزيرو. احنا فاهمين بقى الكلام ده ماشي. فهتلاقي دي راحت مع دي، بعد كده الاتش راحت مع الاتش، يبقى بقى معاك ايه 1 اوفر والاتش ابروتش تو زيرو، فخلاص دي راحت، يبقى روت 25 بلس روت 25. تمام. وفي هنا ايه؟ في نيجاتيف او حاجه؟ لا تمام ماشي. بس فيبقى كده معاك ايه 1 اوفر 10. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. بقول لك كده انا عايز الريت بتاع سيرفيس اريا لحاجتين. لاول حاجه للسكوير، وتاني حاجه للراديوس اوف سيركل. ماشي. فهنعملها ازاي دي؟ السكوير مجرد ان هو ايه يعتبر كده الاريا بتاعته عباره عن ال في ال، فدي اكنها ال سكوير. فلما اقول لك انا عايز الريت، انت مجرد هتعمل ايه؟ هتطبق نفس القانون بس ال سكوير. خلاص. يعني انا اكنك بقول لك ايه؟ بقول لك انا عايز اف اوف ال بلس اتش ماينس اف اوف ال على ال سكوير على اتش سكوير، او على اتش بس. خلاص على اتش لما ايه، وهنا برضو 1 اوفر اتش لما ليميت الاتش تابروتش للزيرو. خلاص كده. طيب ومعاك هنا الايكويشن بتاعتي هي ال سكوير، فمجرد ان انا هعوض في ايه في الحته دي بس. يعني دي يا جماعه اكنها اكس سكوير. خلاص. بنجيب لها الريت. ماشي. فيبقى كده معاك ال بلس اتش معمول لهم سكوير. تمام. بعد كده ماينس ال سكوير اوفر ايه اوفر الاتش. خلاص. يعني اكني بقول لك ان هي ايه ال دي ممكن تبقى غريبه عليك شويه، بس اكني بقول لك ان انا بعوض بس ايه بالال يعني جوه ايه الفانكشن دي. فدي تبقى ال بلس اتش سكوير ماينس ال سكوير، فهتلاقي ان كده بقت ايه معاك، دي هتطلع لك ال سكوير هتروح مع دي، هيبقى لك ايه؟ هيبقى لك اتش سكوير بلس 2 ال اتش على ايه اصلا؟ على اتش. فهتلاقي دي راحت مع السكوير ودي راحت، يبقى لك اتش زائد 2 ال. هتعوض الاتش بالزيرو، هتلاقي دي راحت يبقى لك 2 ال بس. خلاص كده. طيب بالنسبه بقى للراديوس اوف سيركل، انت معاك الاريا تعتبر ايه باي ار سكوير، فهتشيل بس الباي على جنب، يعني شيل باي على جنب وتعامل مع الار سكوير، فهي اكنها ال سكوير، يبقى اكنها بقت باي مضروبه في 2 ال او في 2 ار بس. خلاص كده. فهي نفس ايه نفس الفكره يعني. ماشي. طيب تعالى نشوف حاجه تاني. لو قلت لك معاك حاجه زي 3 على اكس ماينس 2، وبقول لك هنا هات الريت. ماشي. طيب فدي هتعملها ازاي؟ نفس الكلام بقى، انت فاهم الفكره، انت اكنك زي الفكره بتاعت 1 اوفر اكس ماينس 2، مجرد ان انت هتعمل لها اف وفي كام اكس بلس اتش عادي. بس خليني مثلا اقول لك عند اكس معينه عشان الموضوع يبقى سهل، عشان انت مثلا تعوض برقم على طول، او انت كده كده جرب. يعني مثلا انا اقول لك ان انت عايز الريت عند الاكس ايكوال 1، وانت وقف كده الفيديو هنا وجرب تحلها بايدك عادي. فبقول لك اف اوف اكس بلس اتش ماينس اف اوف اكس اهو على اتش، وهنا تبقى ايه ليميت الاتش ابروتش للزيرو بس. فهتخلص بقى هنا الجزء ده، هتعوض هنا عادي اكس بلس اتش وهنا اف اوف اكس. خلي بس التلاتة بره، يعني دي اكتبها كده، اكتبها 3 مضروبة في 1 اوفر اكس ماينس 2 عشان الموضوع يبقى سهل شوية بالنسبة لك، ما تلخبطكش التلاتة دي. تمام. وخلي الاتش كمان ايه بره بس. طيب تعال ناخد ايه حاجة تاني وانت حل السؤال ده لوحدك. طيب بقول لك ايه اكس بلس بي، لو عايز الريت بتاعها تعمل ايه؟ هتعمل نفس الكلام بالظبط. هتقول لي ايه؟ هتقول لي ايه مضروبة في الاكس بلس اتش، بعد كده زائد بي، بعد كده تقول هنا ماينس براكت كده، بعد كده هنا ايه معاك ايه اكس بلس بي هي. وخلي بالك هنا مضروبة في 1 اوفر اتش لما ليميت ان الاتش تابروتش للزيرو، وكل ده طبعا ايه المنظر ده كده. فهنا ايه اكس هتروح مع الاي اكس، بعد كده هنا معاك بي هتروح مع البي، هيبقى معاك ايه الاي مضروبة في الاتش مقسومة على اتش.
فدي هتروح مع دي، يبقى لك ان الحل ايه. خلاص بس. وكل الكلام ده اصلا هو مقدمه للديريفاتيف، يعني كل ده احنا عمالين نجيب في ديريفاتيف اصلا. ماشي. طيب خليني مثلا اقول لك سؤال كمان. لو انت معاك حاجه زي بيقول لك ايه، بيقول لك سفيريكال بالون، يعني بالونه على شكل سفير او يعتبر سفير يعني. فبقول لك انا عايز الافريج ريت، ماشي، وفي اريا، خلاص، بالنسبه للراديوس. فحاجه زي كده تحلها ازاي؟ هقول لك بس على رقم بسيط، ان انا اقول لك ان الراديوس ده رايح من 7 لحد 9. فهتقول لي ماشي، الافريج ريت اوف اريا، الاريا بتاعت السفيريكال بالون عباره عن ايه؟ عباره عن 4 باي ار سكوير. لو مش عارفها ديك برضو ايه عرفتها. طيب فهنا خلي ال 4 باي على جنب. بعد كده تعالى بقى نستخدم ايه الرول بتاعتنا. انت بتقول لي افريج ريت، يبقى 1 اوفر اتش. بعد كده معاك كده كده الاتش دي انت ممكن تجيبها على طول. ليه؟ انت بتعمل للار سكوير الافريج ريت، فانت معاك الار اصلا اللي هي من 7 رايحه ل 9، فالاتش كده معاك عباره عن ايه؟ عباره عن 9 ناقص 7 بس. فانت دي ممكن تقول ان هي اصلا باتنين، فانت كده الاتش ممكن تشيل دي تقول ان هي 2. طيب بعد كده تعالى بقى نعوض عادي. فيبقى معاك هنا ايه؟ هنقول اف اوف كام؟ اوف 9 ماينس الاف اوف 7 على ال 2 اللي هي 9 ماينس 7 يعني. فتعوض هنا ايه عادي. طيب فهتقول كده معاك 4 باي مضروبة، يبقى 9 سكوير عشان دي ار سكوير، ماشي، يبقى 9 سكوير ماينس 7 سكوير اوفر كام؟ اوفر 2. فهتلاقي دي كده معاك 2 باي مضروبة في 81 ناقص 49. فأعتقد دي 32. دي أعتقد ب32 مضروبة في 2 باي، فهتلاقي الإجابة معاك إيه؟ 64. ماشي، 64 باي. تمام كده. طيب تعالى بعد كده بقول لك لو أنت معاك حاجة بالمنظر ده، وأنت هنا كنت عند ال1 كنت مثلا ب3، كنت عند ال2 برضه ب3، وكنت عند 3 ب3 وهكذا لحد الآخر. فبقول لك أنا عايز معدل التغير اللي هو الريت لما الإكس كان من 1 رايحة مثلا لل3 أو لل2 أيا يكن. فهتقول لي هنا أنت بتقول لي اف اوف اكس بلس اتش، حلو، ماينس اف اوف اكس. طيب يعني هي عند ال1 كانت ب3، وعند ال3 كانت برضه ب3. فهتقول لي اف اوف 3 ماينس الاف اوف 1 على كام؟ على 3 ماينس 1. فهتلاقي ان الاف اوف 3 طلع معاك ب 3، والاف اوف 1 طلع برضه معاك ب 3، يعني زيرو. فتعرف من هنا ان الكونستانت فانكشن الحاجه الثابته، يعني يا جماعه دي داله ثابته، الفانكشن دي ثابته كونستانت اصلا. فانت بتشوف لها تغير ازاي؟ انا بقول لك انا راسم حاجه ثابته، فلما اجي اشوف التغير بتاعها هي بتتغيرش. فعشان كده التغير بصفر اصلا مش موجود. خلاص، مش موجود بمعنى ايه؟ ان هو بزيرو يعني. خلاص، لان هي حاجه ثابته، فالتغير بتاعها هنا زي هنا زي هنا زي هنا عند اي نقطه. ماشي. طيب برضو خلينا اخر سؤال. خلينا نتكلم لو انا قلت لك يعني من دول بيكون الريت بتاعه كونستانت. يعني لو انا بقول لك الريت في دول بيكون كونستانت ريت. ماشي. طيب فبقول لك اول واحده معاك 4 اكس سكوير بلس 10، دي اول واحده. طيب تاني واحده بقول لك ان هي 2 اكس ماينس 3. طيب التالتة بقول لك ان هي هاف اكس سكوير بلس 7 اكس. الرابعه بقول لك ان هي 1 اوفر اكس. فهنا انت هتيجي الفكره، هقول لك على فكره بسيطه الحته دي وتعالى نرجع لها بعدين. هقول لك ان انت بتتكلم عن الريت يكون كونستانت، حلو. انت قلت لي لو كونستانت فانكشن الريت هيطلع بزيرو، يبقى مش دي خلاص. طيب تعال نفكر في فكره تانية. لو انا رسمت لك حاجه زي الستريت لاين ده، مش انت ممكن تجيب حاجه اسمها سلوب؟ ايه السلوب دي؟ السلوب دي اللي هو عند اكس 1 اهو، وادي عند اكس 2، كنت هنا عند الواي 1 وكنت عند الواي 2. وخلي بالك هو ده التعريف، تعريف ايه؟ الافريج وتعريف الريت. الفرق ان انت بس صغرت الاكس، ماشي. المهم ان ده دلتا اكس وده دلتا واي. مش انت بتقولي السلوب
اللي هو يعتبر الميل اللي هي الزاوية دي، عن طريق السيميلاريتي، عن طريق التشابه. المثلث ده كده هو المثلث ده. فعن طريق السيميلاريتي انت بتقيس الميل، الزاوية دي تميل قد ايه. فالسلوب هنا هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن دلتا واي اوفر الدلتا اكس. فهتلاقي ان انت لو عوضت باي ارقام، يعني هنا مثلا 2 هنا 5 وهنا مثلا ايه 3 وهنا 7، هتلاقي ان في الاخر بيطلع برقم كونستانت. وحتى احنا اثبتناها في السؤال من 3 اسئله كده. قلت لك لو انت معاك ايه اكس بلس بي وجبت لها الريت بتطلع بايه؟ اللي هو رقم كونستانت من الاخر. خلاص. فهي دي كل الفكره. بس احنا قسنا دي كان فيها إيه؟ عملنا دي كان فيها اكسات لا، ودي كان فيها برضو اكس لا، هنا اكس سكوير لا برضو. انت عايز اللينير، عشان دي لما تيجي تجيب لها الميل هتلاقي ان هي ايكويشن عامله كده او كداله عامله كده. هي قطعه بس في النيجاتيف 3 فهتلاقيها تحت شويه، مش مشكله. المهم ان انت هتلاقي ان ايه، ان الريت اوف تشينج بتاعها يعتبر رقم عادي خالص، لان التغير هنا يعتبر ايه ثابت. التغير هو اللي ثابت. يعني انت لو قست دي بالنسبه لدي وهكذا، كله نفس الميل نفس الزاويه. ماشي. بس طيب تعالى بقى لو قلت لك حاجه زي الرسمه دي كده. لو مثلا حاجه بالمنظر ده، بعد كده معاك حاجه عامله كده 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 مثلا. فبقول لك اني من دول بيكون الريت بتاعه بزيرو. يعني عنده كونستانت ريت. ماشي. يعني عنده الريت ايه بزيرو، يعني هي اصلا الفانكشن كونستانت. فهتيجي مثلا من هنا لو قلت لك ان دي خط كده كونستانت، فهتلاقي ان الريت هنا ما بيتغيرش، يبقى هنا الريت مثلا بزيرو. خلاص. طيب هقول لك اني الريت بتاعه كونستانت، فتيجي تقول لي ايه؟ تقول لي دي لينير، فمعناها ان الريت هيكون عبارة عن رقم، والرقم ده هو هيكون التان بتاعت الزاوية دي. عارف ليه؟ لأن الزاوية دي هي الزاوية اللي مع البوزيتيف اكس اكسس، زائد إن أنت قلت لي إن السلوب. تعال نرجع كده مثلا خطوة. وقلت لي هنا إن السلوب ده هو الدلتا واي على الدلتا اكس، مش التان سيتا. لو أنت فاكر هي أوبزيت اللي هو اللي قصادك ده على الأدجسنت. فأنت ممكن تقول لي إيه؟ تقول لي الدلتا واي دي عبارة عن الأوبزيت أوفر الأدجسنت، وهو ده أصلا الفيديو الجاي. يعني دي كده بداية الفيديو الجاي. خلاص. طيب فنيجي هنا اني من دول عنده الريت يكون كونستانت، اي فانكشن تكون لينير. يعني معاك دي ومعاك دي بس، وكمان معاك دي، كل دول ايه لينير. لكن دي يعتبر ايه حاجه زي الاكس سكوير او كده، يعني حاجه مايله شويه فلا مثلا. خلاص. بس فتعالى بقى ايه نلخص الفيديو ده. هنا في الفيديو ده احنا كل اللي اتكلمنا عليه عن الريت عموما. بدأت لك بفكرة الفاريشن. انت معاك الفاريشن ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الدلتا واي. ماشي. بعد كده قلت لك الافريج ريت اوف تشينج. تمام. عبارة عن ايه؟ عبارة عن الدلتا واي اوفر الدلتا اكس. طيب وبعد كده كلمتك على الريت بقى ذات نفسه، اللي هو الريت اللحظي عند كل بوينت، الانستانتينيوس ريت. طيب فانا اللي هو الريت اوف تشينج، فهو ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن برضو دلتا واي اوفر دلتا اكس. بس الفكرة هنا لما ليميت الدلتا اكس تابروتش للزيرو. خلاص. وانت مش بتكتبه كده طبعا، يعني هو ده الدلتا واي دي هي ايه؟ هي اف اوف اكس بلس اتش ماينس اف اوف اكس. خلاص. فهنا الدلتا واي برضه هي دي، بس بتقسم عشان ايه؟ بتقسم على الدلتا اكس عشان تجيب الافريج ريت، اللي هو هنا ممكن تكتبه اتش. وهنا بقى نفس الكلام، هتقول ليميت اتش ابروتش للزيرو، ومعاك تحت اتش، وهنا اف اوف اكس بلس اتش. خلاص. ماينس اف اوف اكس. وبس كده يا شباب. وده كده اول فيديو في الديريفاتيف، واشوفكم بقى الفيديو الجاي. وسلام.